بين يديها، والنتيجة كانت واضحة، حامل. وضعت يديها على البطن ديالها لا إراديا وحاولت الاستيعاب ديال الأمر. حمل من ديفيد، الرجل اللي كتبغي هذه سنين، أو الرجل اللي ظنته أنه سوف يكون أب رائع للطفل ديالها. رن الهاتف ديالها، تلقات اتصال بأن هناك عملية جراحية ضرورية ومستعجلة. هي اللي لبسات الملابس ديالها بسرعة، وفي الطريق ديالها للعمل كانت كتفكر بشي طريقة مثالية باش تخبر الحبيب ديالها ديفيد. ولكن المفاجأة الكبرى هي اللي غادي تكون من النصيب ديالها. إيفا اللي سالات العملية ديالها بنجاح غسلت يديها وعقماتهم، هي تجلس في المكتب ديالها باش ترتاح شوية. ما مرش بزاف ديال الوقت حتى دخلات عليها الصديقة ديالها إيما، الصديقة المقربة للبطلة ديالنا، وهي هزة في يديها الكوب ديال القهوة اللي كيعجب البطلة ديالنا. اوف والله الا كنت عارفك غتكوني هنايا، داكشي باش جبت لك معايا القهوة. إيما اللي كانت كتقول هاد الجملة وهي كتوضع الكوب على الطاولة وجلست قدامها. إيفا اللي ابتسمت وقالت thank you baby. إيما اللي شفت في إيفا وهي مترددة وهي تقول إيفا عندي لك شي أخبار خصني نقولها لك. إيفا اللي رفعت حجبانها مستغربة شنو كاين. إيما اللي بقات مترددة لحظات قبل ما تقول أنا اليوم شت ليديا اليوم مع ديفيد وكانت شي حاجة غريبة بيناتهم. إيفا اللي ضحكات بخفة وقالت بكل ثقة مستحيل، ليديا صديقتنا وديفيد كيبغيني أنا، ميمكنش يحدث شي حاجة بيناتهم بلا ما نعرف، ثقي فيا إيما. لكن تلك الكلمات ما منعتش واحد الشعور غريب اللي تسلل القلب ديال إيفا. من بعد ما خرجت إيما من المكتب ديال إيفا، هي اللي تلقات اتصال من الممرضة اللي كاينة في الاستقبال بأن السيد مارك مساعد الملياردير أليكس وصل لأخذ الملف الطبي الخاص بالرئيس ديالو. مارك هو اللي دخل المكتب ديال إيما ويلقاها مشغولة في تنظيم بعض الأوراق. هي اللي رفعت عينيها وهي تقول سيد مارك شحال هادي ما شفتك مدة هادي. هو اللي ابتسم وقال مارك بلا رسميات، هي كطبيبة إيما. أوكي هكا الملف. مارك اللي خدا الملف وما منعش راسو باش يتأمل إيما لبعض اللحظات، هو اللي ما طولش ويقول شكرا إيما وهو يخرج. إيما اللي تبعت له العين وهي تقول اوه very sexy. عند أليكس هو اللي دخل القصر ديال جدو بخطوات ثابتة. كان عارف بأن هذا العشاء ماشي عشاء اجتماع عائلي عادي، ولكن خلفه كواليس. في الغرفة ديال الطعام الفاخرة كان الجد ريتشر كيترأس طاولة، الجانب ديالو كان فيليب الأخ ديالو الشقيق، وفي الطرف الآخر كانت امرأة شابة أنيقة وجميلة. أليكس مرحبا بك، قالها جدو ريتشر بصوت يحمل قوة السلطة التي لا تناقش. أليكس اللي دور عينيه على الحضور من بعد جر كرسي وجلس. خليونا ندخلوا في صلب الموضوع، علاش أنا هنا؟ عمو فيليب اللي ابتسم بمكر وهي يشير لواحد البنت كانت جالسة قدامه. وقيلا كتعقل على سيلينا لا؟ أليكس اللي ضيق عينيه وينقل